ايه يا اما اللي انا بسمعه ده يا اما؟ انت بتعيطي؟ بتعيطي بتضحكي عليا؟ هي بتضربني في ايدي. بتضربك؟ ده انا شايف كل حاجه بعيني يا اما. صدقت يا عم؟ انت ام النجمه تفتح عليا الباب انا وجوزي وتقول لي انت لسه نايمه وتجيبني من شعري. ماشي يا ماما. انا بجيبك من شعري؟ ده انا بديكي كده بس. نسمع ايه يا عمرو في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ صباح الخير. صباح النور. ايه مالك سرحانه في ايه كده ولا في ايه؟ مفيش، عادي. انت رايح فين؟ رايح الشغل. الشغل؟ ما تخليكي يا عمرو النهارده بالله عليك. خليني يا بنتي، ما انا كل يوم معاكي. طب النهارده بس عشان خاطري والنبي. مش هينفع يا بنتي، هتاخر على الشغل. معلش يا عمرو النهارده بس عشان خاطري والنبي. معلش عشان خاطري، مش هتاخر عليك. ماشي يا عمرو. ماشي. ماشي. يا رب يا رب ارحمني من اللي انا فيه، انا مش عارفه هعمل ايه. ايه يا ماما؟ في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ اتخضيتي؟ ايه؟ في ايه؟ انت قاعده يعني كده وكانك قاعده في لوكاندا ولا في فندق، طب مفيش عايزة ايه ولا وانا اعملهولك ميكانيك يا ماما؟ ولا طبيخ ولا غسيل ولا حاجه. ايه؟ انا اللي هغسل واكنس واعمل كل حاجه؟ لا لا خلاص، انا قايمه. شوفي انت عايزه ايه وانا هعملهولك. شوف انا عايزه ايه؟ لا يا حبيبتي، شوف البيت عاوز ايه. والله يا ماما مروقه الشقه كلها. فين اللي مروقه الشقه؟ ما كل حاجه. وإيه النسكافيه ده اللي ده كان عمرو بيشربه عشان كان رايح الشغل. بشربه حتى يا كبدي ما كملش النسكافيه. ما هو لو عنده واحده زي الناس تعمل له الفطار كده، زي ما انا كنت بعمل الفطار المشلتت والعسل النحل والقشطه والحاجات الحلوه. لكن ايه ده؟ هو مرضيش يفطر. نسكافيه مرضيش يفطر. مرضيش عشان ملاقيش يا حبيبتي. ماشي يا ماما، انت عايزاني اعمل ايه وانا عينيا احضر لك فطار؟ طيب روح حضري لي فطار كويس، وبعد الفطار تمسكي الشقه تمسحها كويس، حاضر. وتدوري على الغسيل، وبعد الغسيل تعملي اكل. بقول لك ايه يا بنت، انا النهارده مزاجي ان انا اكل كوارع، اصل ركبي تعباني. حاضر يا ماما، اللي انت عايزاه كله هعملهولك. اما شوف ده كلام وبس. ماشي. غوري من وشي انت حاضر، كده حاضر. بتحقق لما بشوف. جاتك 60 نيله في البنطلون الاستريتش اللي انت لابساه ده. ايه ده؟ ايه يا ماما في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ 4 ساعات عماله تعملي في الصاله والريسبشن، انا لسه هشيل السجاده اهو. وكمان لسه هتشيلي. الواحده كانت في ساعه زمن بتخلص كل شغل يا البيت. ماما ما انا بشيل السجاد وبروق اهو. في بتشيلي ايه؟ السجاد. وعملت الاكل بس، فقلت اجي اروق واخلص عقبال ما عمرو يجي من الشغل. والله يا ماما. غسلت الغسيل. يا ماما غسلت وعملت كل حاجه. انا انت كل بتستعبط يا بنت، انا مش شايفه حاجه منشوره. طلعت البلكونه ما لقيتش حاجه منشوره. يا ماما هنشر. انا كنت بس في المطبخ بعلق على الاكل. ما انا اكيد بايدين مش ب4 ايود يعني واحده واحده عليا. واحده واحده عليكي؟ بنت انت فرسانه يا بنت. بنت انت مطلعه مرارتي كده وفقعاها. انا متضايقه منك على الاخر. غوري من وشي. اعملي لي كوبايه نسكافيه يلا يا بنت. حاضر حاضر. يا اختي بالزعروره اللي انت عاملاها دي، ماشيه وحاطه لي توكه. طول ما انت حاطه التوكه لا هتعملي ولا تساوي، وماسكه لي المقشه ان هي بتكنس. جاتك ليه؟ انا كنت بكنس بالمقشه كده وبالخلقه وبسيق وبخلي البيت يلمع. الله يرحمك يا حماتي، كنت مطلعه عيني. الله يرحمك، كنت بتحرقي لي الرز وكنت بتعملي فيا ان ما وريتك يا نسمه. يا ماما في ايه يا ماما؟ مالك؟ تعالي ليه يا ماما؟ اقول لك ايه يا عمرو يا ابني، مراتك مالها مراتي؟ هقول
اقول لك ايه ولا اعيد لك ايه يا عمرو؟ مراتك مبهدلاني يا عمرو. انت عارف ان انا عندي يا ابني سكر والضغط، ورجلي عندي قطع في الرباط الصليبي، وعندي عمليه يعني ممنوع من الحركه، والدكتور قايل كده. انت تمشي من هنا يا عمرو يا ابني، ومراتك تقول لي انت هتقعدي ومكنسي واطبخ واغسل. يا رجلي انا مش قادره يا عمرو. انا اسف، حقك عليا والله، اشوف حل. وبعدين تقول لي قلت لعمرو انا هبهدلك واسود ايامك. اوعى تقول لها يا عمرو والنبي. مش هقول لها يا ده امي. مراتك صعبه قوي وانا بخاف منها. حاضر يا امي، حقك عليا يا امي. الله يخليك. حقك عليا، ما تزعليش يا امي، وانا هجيب حق، وانا هجيب حل للموضوع ده يا امي. بس ما تقولهاش. مش هقول لها يا انا أم. بخاف منها. مش هقول لها. فرعه وطويله وقويه ومفتريه. ماشي يا امي، حاضر. ماشي يا نسمة، إن ما وريتك ده أنا هطلع اللي عملته حماتي فيكي. أما شوف. هو اللي انت بتعمليه ده؟ في ايه يا عم؟ اللي انت عملتيه مع عمي ده؟ عملت ايه يا عم؟ انت مش عارفه ان امي ست كبيره وتعبانه؟ ما عملتلهاش حاجه والله. ما عملتلهاش حاجه. ما عملتلهاش كل حاجة. يوم بعد ما بنزل بتتعبيها، تخليها تروق وتعمل اكل. انا؟ ايوه انت. والله يا عمرو ابدا. اسمعني طيب. اسمعك ايه؟ هي دي لو امك تعملي فيها كده؟ والله بسمع كلامها في كل حاجه وبتهني ومطلعه عيني. انت ليه مش مصدقني؟ يعني هي قالت لك كلام وانت جاي تزعق من غير حتى ما تسالني ولا تسمعني؟ انا بعاملك كويس يا نسمه، بعاملك كويس. اتقي ربنا في امي. اقعد اسمعني طيب، اقعد اسمعني يا عمرو. والله كمان مرة أمك وحياة ربنا بتموتني وبتهني وبتضربني وتفضل تقول لي اعملي كده وسوي كده، أنا ما بقولش غير حاضر ونعم. يا عمرو أنت ليه مش مصدقني؟ طب هقول لك حاجة، اعمل نفسك رايح الشغل، اعمل نفسك رايح أي حتة وشوف مامتك بتعمل إيه. لو أنا بعملها وحش يا عمي طلقني فيها. خلاص يا عم؟ خلاص ماشي يا نسمة. ماشي ماشي. ايه يا امي؟ انا خلاص، انا ربيتها تمام، وكل كلامك هو اللي هيمشي. ربنا يخليك ليا يا ابني، ولا اتحرم منك. انا ليا من غيرك، انت ظهري وسندي. ربنا يخليك يا امي. انا رايح مشوار وجاي. ماشي؟ محتاج اي حاجه؟ لا سلامتك يا حبيبي. ماشي يا ماما. تروح انا وتيجي بالسلامة. بس عشان ما اتاخرش. ماشي. ماشي يا ماما. مع السلامة. سلام. بنت يا اللي اسمك نسمة، انت يا بنت يا هبابة، انت يا نعم زين. يا ماما. بقول لك ايه يا بنت، نعم. انت كنت قاعدة انت وجوزك في الأوضة ليه؟ ما كانش في حاجة، كان بيتكلم معايا بس. بقول لك ايه يا بنت، نعم يا ماما. اوعك تكوني قلت له. لا ما قلتلوش حاجة. يعني ما قلتلوش ان انا بزعق لك او بضربك او بعمل فيك اي حاجه؟ لا ما قلتلوش يا ماما، والله ما قلتلوش. عارفه يا بنت، اللي انا بعمله فيكي ده ما يجوش ربع اللي كان بيتعمل فيا. ده حماتي كانت بتمرمطني، ده حماتي كانت تقوم من النجمه تفتح عليا الباب انا وجوزي وتقول لي انت لسه نايمه وتجيبني من شعري. ماشي يا ماما. انا بجيبك من شعري؟ ده انا بديكي كده بس. ماشي خلاص حاضر. عايزة حاجة تانية اعملها لك؟ يلا قول من وش. قول يا بنت. حاضر. لا تبدأي يا تاخدي. ايه ياما اللي انا بسمعه ده ياما؟ انت بتعيطي؟ بتعيطي؟ لك حاجه عليا؟ جابت تضربني في ايدي. تضربك؟ ده انا شايف كل حاجه بعيني ياما. صدقت يا عم؟ صدقتك. صدقت ان انا مش بعمل لها حاجة وما بقولهاش غير حاضر ونعم؟ صدقتك. انا مش عارفة انت بتعمل معايا كده ليه اصلا؟ ايوه اسكت خالص. ايوه بعمل معاكي، ما انا حماتي كانت بتعمل فيا اكتر من كده. بعمل اللي حماتي كانت بتعمله، بخلص ذنب ناس بتخلصوا ناس. ايوه انا كنت بتمرمط وكنت بعمل كل حاجه وما كانش بيعجبها. ماما انا ما بقولكيش غير حاضر ونعم وما بعملش اي حاجه وحشه يا اختي بقول لها حاضر ونعم، دي كانت بتجيبني من شعري، كانت
بتضربني يا ماما يعني انت بتبهدلني. تعمل فيكي كده؟ كنت المفروض تعامليني زي بنتك. يا امي انا عاوز اقول لك حاجه، لو كان حماتك عملت فيكي كده فده كان زمان ايام الجاهليه، لكن دلوقتي نسمه دي بنت ناس، عمرها قصرت معاكي في اي طلب طلبتيه منها؟ لا اما ليه عملتيها كده يا امي؟ ما تخربيش ياما، وبلاش تغلطي غلطه ناس بتاعت ايام جهل. غصب عني، ما تزعلش مني. حماتي كانت قاسية عليا قوي، كانت بتبهدلني وكانت بتوقع ما بيني وبين جوزي، ضيعت حياتي وضعت. سامحيني يا بنتي. سامحاكي يا امي، انا مش زعلانه منك والله، انا كل اللي كنت عايزاه بس انك تعامليني زي بنتك يا امي. يا حبيبتي ده انا كنت قاسية عليكي قوي ومفترية، واحدة تانية ما كانتش اتحملت اللي انا بعمله فيها. لا يا امي، انتي امي برضو، وربنا يخليكي ليا. سامحني يا عمرو. مسامحك يا امي، مسامحك، وربنا يخليكم انتوا الاتنين ليا. ربنا يخليكم ليا يا اولاد، يخليكي لينا يا ولا ماما. اتحرم منكم ولا أبداً. منك يا امي. ودي رسالة لكل حما، اوعي تعاملي مرات ابنك كده تاني بالقسوة اللي انا كنت بعملها دي كان تمثيل، دي حكاية حصلت في الواقع. خلي مرات ابنك وكأنها بنتك. يا رب الفكرة تعجبكم. يا رب.